الانشقاقات فيما بينها. أصبح هناك حركة السادس من إبريل ولها ممثلون، وحركة شباب السادس من إبريل ولها ممثلون. ربما من هذه الزاوية هي لا تنسق مع آخرين، وربما أيضا تفتقد إلى كثير من الغطاء الشعبي إنجاز التعبير، نظرا لكون هناك ائتلافات أخرى لا تتفق معها في الرؤى ولا تنسق معها، أو أن الحركة لا تنسق مع بقية الائتلافات والحركات، ولهذا ربما لا يوافقونها، لكنها تعرضت هي نفسها لتضارب في المواقف. نعم عثمان تحدثت بالأمس عن أنها لم تنظم المسيرة، ثم أكدت ظهر اليوم بعد بيان المجلس العسكري أنها هي التي نظمتها. ثم قامت بتنظيم مسيرة أخرى تقول أنها تريد كافة المطالب. نعم. ماذا يعني هذا؟ يعني أي تطور يمكن أن ينتج عن هذا وأنت تعلم مكان مثل مقر المجلس الأعلى ربما كان يعتبر لدى المصريين خطا أحمر، وكانت اللغة التي تحدث بها المشير طنطاوي واضحة رغم تسجيلها قبل يومين، إلا أن الكلمة بدت وكأنها متسقة مع الأحداث. ماذا يمكن أن ينتج عن تحرك هذا وكيفية التعامل من المؤسسة العسكرية معه؟ يبدو في الحقيقة، ولا نجاوز الحقيقة أن قلنا ذلك، يبدو من وجهة نظر الغالبية العظمى من القوى السياسية أنه تجاوز وربما أيضا تصعيد غير مبرر. اللجنة التنسيقية واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة وعدد كبير من الائتلافات قالوا إن لهم تحفظات على الحكومة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تعطيل الأعمال أو إلى مستوى المواجهات التي يمكن أن تحدث الفتنة بين الجيش والشعب. قالوا إنهم سيعطون الحكومة فرصة لذلك، وسيعطون رئيس الوزراء فرصة أيضا لإتمام وعوده التي قالها في البيان الأخير الذي ألقاه مساء الخميس في أعقاب تشكيل الحكومة مباشرة، وأيضا الكلمة التي ألقاها المشير طنطاوي اليوم والتي حملت تأكيدات على الالتزام بالمسار الديمقراطي بالتحول إلى الدولة المدنية، بأيضا أن تتم الانتخابات في موعدها، وأن يتم صياغة دستور جديد للبلاد، وأن تتم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وأن يتم اختيار رئيس جمهورية ربما للمرة الأولى منذ ثورة 52 بانتخابات حرة ونزيهة. هذه كلها كانت تحتاج ربما من وجهة الغالبية العظمى من القوى السياسية لإفساح المجال لتنفيذها، خاصة وأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات تحدث اليوم عن جدول زمني يتفق مع ما تم إعلانه مسبقا من إتمام الانتخابات أو بدءها على الأقل في خلال 6 أشهر. شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة في القاهرة.